بين آلام الجسد والآلام أو المشاكل النفسية. هل ممكن الواحد يحس بآلام كاذبة زي الحمل الكاذب كده مثلا ويكون سببها نفسي برضو؟ حقيقي جدا انه في كتير من الاحيان بيجي مريض بيشتكي من شكوى معينه في جزء معين من جسمه. الشخص دوت بنبدا نعمل له تحاليل وفحوصات واشعاعات نلاقي عضويا سليم، لكن ما زالت الشكوى موجوده. ممكن قوي يتبادر لذهننا ان هو بيتهيأ له انه تعبان، لكن ثبت انه فعلا بيبقى بيعاني من الم حقيقي، لكن الالم ده مش سببه عضوي، سببه ضغوط نفسيه وعصبيه ولخبطه في المشاعر بتاعته. طب الفرق ايه؟ يعني ازاي اعرف ده وهم ولا ده ألم حقيقي؟ في الألم الحقيقي لو أنا عندي مشكلة عضوية في عضو ما بنعمل تحاليل نلاقي سبب. أنا عندي مشاكل في الظهر أو الرقبة هعمل أشعة وتحاليل هلاقي سبب للمشكلة. عندي آلام في البطن فبنعمل فحوصات ومناظير وأشعات بالصبغة فبنلاقي سبب للمشكلة. لكن لو ما لقيناش السبب بنبتدي ندور على طول، لأنه في جزء في العلاج في الطب، الجزء ده مهم جدا عندنا اسمه التاريخ المرضي. زي ما هندخل نكشف على المريض وبعدين بعد شويه كشف اكلينيكي مدقق ثم فحوصات وتحاليل واشعاعات، مهم جدا في التشخيص التاريخ المرضي، ان احنا نسمع المريض. ساعات كتير في المريض ده بيبقى واضح جدا من خلال بدايه الكلام ان في خلفيات معينه، طب طبيعه الشغل، طب في مشاكل عضويه معينه، مشاكل اسريه معينه، ضغوط معينه وهكذا. فده بيساعد جدا. طيب هل النهارده ممكن الواحد يقول انه في عضو معين في الجسم معرض للاصابه او التاثر اكتر من تاني او حساس اكتر من تاني؟ الحقيقه هي الفكره في منتهى البساطه. احنا عندنا جهاز عصبي مركزي، والجهاز العصبي ده هو المسؤول عن إدارة الجسم. في جهاز عصبي إرادي وجهاز عصبي لا إرادي. فكرة الجهاز العصبي اللا إرادي ان هو ببساطة شديدة المسؤول عن العمليات اللا إرادية اللي بتحصل. قلبي لازم ينبض بأوردر مني او لا، المعدة لازم تهضم، الأوعية الدموية لازم لها قطر معين يتغير. هذه الأشياء أو العمليات التي تتم بشكل لا إرادي تحت إدارة هذا الجهاز، المسؤول عنها جزء في الجسم اسمه الثالاموس، ودي المسؤولة ثبت انها المسؤولة عن المشاعر. فلو فرضنا ان انا تأثرت نفسيا واتضغطت جدا فبيحصل خلل في قيادة الجهاز العصبي اللا إرادي، فيحصل لخبطة في ضربات القلب، توقف في ضربات القلب، ضغوط معينة، مشاكل في الجهاز الهضمي وهكذا. يعني هل القلب هو اكثر الاماكن تعرضا او تاثرا بالازمات النفسيه؟ من اهم الاماكن اللي بيحصل فيها تاثر. وفي الفتره اللي فاتت سمعنا زي ما حضرتك عرفت احد الرياضيين لاعب بيمثل بلده في محفل رياضي في رياضه رسميه في مباراه رسميه، نزل على ارض الملعب توقف مفاجئ في عضله القلب. صحيح. وده تكرر. يا فندم، ويا رب الناس تسمع، يعني لان زي ما قلنا تاني الدنيا مش مستاهله، فمحدش يوصل لهذه المرحله، وربنا يشفي كل مرضانا يا رب. نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا في انا وهو وهي.